في تطور جديد يشغل اهتمام المغاربة، سجلت أسعار الوقود بالمملكة تراجعاً طفيفة بدأ تطبيقه منذ فاتح نوفمبر 2020 في مختلف محطات الخدمة عبر البلاد. عن وفق مصادر مهنية من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري، محطات الوقود انخفض سعر البنزين الممتاز ب 0.09 درهم للتر الواحد، بينما تراجع سعر الغازوال ب 0.03 درهم للتر. ورغم أن الانخفاض محدود، إلا أنه يعتبر بارقة أمل للمستهلكين بعد أشهر من شبه استقرار الأسعار. وتشير مصادر ميدانية إلى أن القرار تم تطبيقه ابتداءً من السبت فتح نوفمبر، لكن بنسب متفاوتة حسب بعد كل منطقة عن مراكز التوزيع. أما أصحاب المحطات فقد أوضحوا أنهم ينفذون الأسعار التي تحددها الشركات دون تدخل في قرارات الرفع أو الخفض. في المقابل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت نحو 41 مليار درهم إلى غاية نهاية شتنبر، بتراجع نسبته 5.1% مقارنة مع السنة الماضية بسبب انخفاض أسعار الغازوال والفيول عالمياً رغم ارتفاع حجم الواردات. ويرتبط هذا التعديل الطفيف بتقلبات السوق الدولية، خصوصاً بعد إعلان منظمة أوبك بلس عن زيادة إنتاج النفط ب 137 ألف برميل يومياً خلال دجنبر المقبل، مع تعليق الزيادات مؤقتاً في الربع الأول من سنة 2027. في انتظار تطورات جديدة بأسواق الطاقة، يبقى السؤال: هل سيتواصل الانخفاض في الأسعار أم أن موجة جديدة من الارتفاع تلوح في الأفق؟ اشتركوا في قناتي RM Today ليصلكم كل جديد حول الأسعار، الاقتصاد والطاقة في المغرب والعالم.